السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أكلة جميلة جدا كلنا عارفينها. طبعا معانا رنجة ومعانا ملوحة. تمام، مقطعينها بالطريقة دي وحاطين لها طبعا شوية من الزيت، وأهم حاجة طبعا معاها الليمون وشطة. تمام، ودي الرنجة بتاعتنا يعتبر شبه مشويينها، وحطيت لها شوية زيت وشوية شطة. ومعانا طبعا طحينة، احنا عارفين الطحينة بتاعتنا قبل كده احنا عملناها. طبعا بتجيبي شوية من السمسم مع شوية من الدقيق وشوية من الزيت، أي كمية عندك، يعني كوباية عندك من السمسم تحط لها ربع كوباية من الدقيق عشان تبقى سمسم خالص. عايزة تكتري خليها كوباية كوباية، ومع نص كوباية من الزيت وتلفيهم في بعض. وبعد كده تاخدي الكمية اللي انت عايزاها اللي هي بتبقى ايه على الأكل بس، وبنعملها عادي معاها شوية من الكمون ومعاها شوية من الشطة وشوية من المية، برضو معلقتين من الخل. وبعد كده أهم حاجة برضو نحط لها ليمون تبع الكمية اللي انت عايزاها. وعايزة تحطيها بطرمان بس ما تعهدهاش كتير عشان ريحتها بتغير، من يومين لثلاثة بالكتير، وبالذات احنا في الشتاء دلوقتي تسحبي منها يعني. بس كده بناكلها مع الملوحة وبناكلها مع الرنجة. طبعا تاكلي معاها فلفل أخضر، أو لو عندك خس تبقى حلوة جدا وياريت. بالظبط. ومعانا طبعا عيش ناشف بيبقى حلو جدا، العيش الناشف معانا. تمام، هاتي العيش الناشف كده، عيش ناشف زي كده احنا محمصينه في الفرن اهو، شايفة؟ يبقى صوته كده بيبقى حلو العيش الناشف. طبعا لو عيش طري حسب راحتك. الطريقة دي وسهلة وبسيطة جدا. وطبعا انتوا عارفين الأكلات دي احنا ما بنشبعش منها، دايما بنحب ناكلها دايما، وتغيير على الأكل. فتغيير سواء أي يوم أجازة تحبي تاكليها يبقى جميلة جدا جدا. صلى على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.